أقرب إلى العلوم المحضة، مو أقرب إلى. بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية، أقامت كلية التربية للبنات في مدينة النجف الأشرف ندوة علمية حول أهمية اللغة العربية، والتي كانت بعنوان اللغة العربية ديمومة وإبداع. نحتفي اليوم بلغة الضاد، اللغة العربية التي أينعت وأثمرت في المدونات العربية، وهذه الاحتفالية تأتي بذكرى احتساب اللغة العربية لغة في الأمم المتحدة. وقد يشترك في هذه الجلسة أساتذة لهم بحوث ولهم كلمات احتفاء بلغتنا التي رفع شأنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. الحقيقة من حق جامعة الكوفة أن تحتفل أسبوع وليس يوما واحدا بلغة الضاد، لأنها جامعة الكوفة، منها نشأت مدارس النحو الكوفي، ومنها انطلق الكسائي، ومنها انطلق القواعد النحو العربي وفلسفة النحو العربي والخط الكوفي. وحقيقة مدارس اللغة انطلقت من الكوفة تحديدا، فالعراق هو الكوفة، هو العراقين يسموه البصرة والكوفة، ولذلك جامعة الكوفة هي تحمل هذا الإرث الغني للغة العربية. فمن حق الكليات أن تحتفل بشكل دوري، لأن أغلب الكليات الإنسانية فيها أقسام للغة العربية وفيها دراسات عليا. كلية التربية للبنات كلية رائدة نشأت مع نشأة جامعة الكوفة، ولذلك قسم اللغة العربية هو أول قسم أنشئ في هذه الكلية عام 87. وتضمنت الندوة مجموعة من الفعاليات وكلمات تناولت نشأة اللغة العربية وفرضيات ونظريات تأسيس تكوينها ودورها في نشر المعرفة ونقل الثقافة العربية، كونها اللغة التي ختمت بها الأديان السماوية، وهي لغة القرآن الكريم. وجاء هذا اليوم المبارك متزامنا مع ولادة الصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. تضمن هذه الاحتفال أوبريت بهذه المناسبة. تخلل بعد هذا الأوبريت ندوة علمية يحاضر فيها مجموعة من أساتذة قسم اللغة العربية، كان من ضمنهم الأستاذ الدكتور صباح عباس عنوز، والأستاذ الدكتور عباس علي حسين، والأستاذ الدكتور إيمان مطر السلطاني، والأستاذ الدكتور علي عباس الأعرجي. وكان هذا الحفل هو لتكريم هذه اللغة، وندعو من الجميع التحدث بهذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم، في قوله تعالى: ذكر إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القائمون أكدوا أن الهدف من إقامة هكذا ندوات هو لتسليط الضوء على أهمية اللغة العربية وحفظ أدبها وتاريخها، فضلا عن دور اللغة بصورة عامة في تحسين العلاقات الشخصية والمهنية ونقل المعلومات والتواصل بين الأفراد. لقناة النعيم الفضائية على المالكي، النجف الأشرف.